مساء الفل. فاكر فيلم ذا شاوشانك ريديمبشن؟ في مشهد مشهور جدا لبروكس، الراجل العجوز اللي خرج من السجن بعد 50 سنة لكن ما قدرش يتأقلم مع الحياة الحرة، لأنه كان متعود على السجن لدرجة إنه بقى جزء من حياته. في الآخر ما قدرش يعيش أصلا بره السجن وانتهت حياته. طيب ليه؟ لأنه العادات أقوى مما تتخيل، ممكن تتحكم فيك لدرجة إنها تخليك مسجون جوه حياتك حتى لو السجن ده مش موجود أصلا. يعني كم مرة مثلا رجعت البيت ومش فاكر انت مشيت من اي طريق ولا رجعت ازاي؟ كم مرة مسكت الموبايل دقيقتين بس وفجأة لقيت نفسك بقالك نص ساعة بتصفح حاجات مالهاش لازمة؟ الحقيقة ان 90% من تصرفاتك اليومية هي عادات مش قرارات، وده اللي بيتكلم عنه كتاب The Power of Habit، اللي هو ازاي العادات بتتكون وازاي تقدر تبرمج نفسك من جديد. طيب تعال نسأل السؤال المهم، هو ليه عقلنا بيشتغل كده؟ مخك في الغالب بيحاول يوفر طاقة، فبيحاول يحول اي تصرف متكرر الى عادة بحيث تعمله تلقائيا من غير ما تفكر، وده اللي بيسميه الكاتب حلقة العادة او The Habit Loop، واللي هي عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى هي الإشارة أو الكيو، الحاجة اللي بتحفز العادة دي إنها تحصل، زي ما تكون مثلا زهقان فتمسك الموبايل. 2 السلوك أو الروتين أو الفعل نفسه، الفعل اللي أنت بتعمله، زي إنك لما تحس إنك زهقان وتمسك الموبايل تفتح فيسبوك أو تويتر أو أيا كان اللي بتفتحه. التالتة وهي المكافأة أو ريورد، هو الشعور اللي بتحسه بعد لما تمسك الموبايل وتفتح فيسبوك فتحس انك مش زهقان مثلا. كل ما العادة تتكرر عقلك بيبني طريق مختصر يخليه ينفذها اوتوماتيك. طيب ازاي تقدر تغير عادة سيئة مثلا عندك؟ المشكلة ان عقولنا متبرمجة على انها مش بتحب تفرغ العادات، لكن بتقدر تستبدلها الى حد ما. فالحل غير السلوك نفسه، لكن خلي الاشارة والمكافأة زي ما هي. طيب خلينا ناخد مثال. مثلا لو عادتك السيئة انك كل يوم بعد الشغل بتاكل حاجة مضرة، الحل هنا مش انك تمنع نفسك من الاكل، لكن الحل انك بدل ما تاكل حاجة مضرة استبدلها بحاجة صحية. طيب ازاي تخلق عادات جديدة بقى؟ اولا ابدأ بحاجات سهلة، يعني مثلا لو عاوز تتعود انك تروح الجيم ما تحاولش تبدأ بساعة كاملة كل يوم، يعني كفاية 10 دقايق ربع ساعة مثلا. 2 اربط العادة الجديدة دي بحاجة موجودة اوريدي، يعني مثلا بدأ بعد ما تغسل وشك الصبح اشرب ميه، تبقى العاده بتاعتك انك تشرب ميه، تشرب كوبايه ميه مثلا. كافئ نفسك بعد كل عاده جديده، بعد ما تعملها خد دقيقه مثلا تحتفل باي طريقه بسيطه. الخلاصه هنا انك انت مش ضحيه لعادتك ابدا، انت اللي تقدر تتحكم فيها وتسيطر عليها. كل اللي انت محتاج